سيدنا إبراهيم عليه السلام قرر الرحيل وترك هاجر رضي الله عنها وأرضاها مع إسماعيل الصغير نبي الله عليه السلام بواد غير ذي زرع اللي هو مكة المكرمة حاليا، امتثالا لأمر الله عز وجل. فسولته هاجر رضي الله عنها وأرضاها، قالت له: واش الله عز وجل هو الذي أمرك بذلك؟ قال لها: نعم. قالت له: فالله عز وجل ما غاديش يضيعنا. فرحل سيدنا إبراهيم عليه السلام، وبقات هاجر مع نبي الله إسماعيل بواد غير ذي زرع أي مكة المكرمة. تقادت لها المؤونة، اشتد العطش على الصغير إسماعيل عليه السلام وكذلك على هاجر رضي الله عنها وأرضاها، فبدأت كتطلع ما بين الصفا والمروة كتشوف واش جا شي قافلة دا شي حد باش تعتق، خاصة نبي الله إسماعيل لأنه اشتد عليه العطش. ففي هذيك اللحظة الله عز وجل غادي أمر سيدنا جبريل عليه السلام باش يضرب عند قدم إسماعيل وتخرج الماء، وخرجت ماء زمزم. فروت صغيرها وارتوت هي كذلك. لما بقى كيخرج في ديك الساعة هاجر رضي الله عنها وأرضاها بدات كتقول: زم زم، أي كتقول الماء تحبس وقف، لأن بقى الماء كيخرج، وفعلا توقف الماء عن السيلان. فمن هنا جات كلمة زمزم لتسمية ماء زمزم. والمغربي ملي كيقول شي واحد زم فمك فهو كيمشي على هذا النهج وعلى هذا المصطلح الذي استعملته هاجر رضي الله عنها أرضاها ديك الساعة باش تقول الماء تحبس. وهذا كيبين بأن المغربي ملي كيقول زم فمك فهو كيستعمل كلمة اللي هي عندها واحد العمق ديني وعمق إيماني، وهذا دليل على فصاحة الدارجة المغربية وعلى عبقرية الفكر المغربي.